السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا أصدقائي. بحب أرحب بكل أصدقائي من طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي بريمري جريد 4. الحلقة الفيديو ده يا أصدقائي خاصة ب ليسون 2 يونت 2. الليسون ده بعنوان addition with regrouping. الليسون ده يعتبر صغير نسبيا، عشان كده احنا دمجنا معاه الاكسرسايز الخاص بيه، وبالتالي الحلقه دي هتبقى خاصه بشرح ليسون 2 بالاضافه للاكسرسايز بتاعه. تعالوا يلا نخش على الدرس ونشوف فيه ايه. ده يا اصدقائي ليسون 2 بيتكلم على الاديشن ويز ريجروبينج. طبعا احنا خدنا الحاجات دي السنة اللي فاتت تقريبا، بس احنا ممكن تبقى شكل من اشكال المراجعة عليها. in a week ده الاكزامبل بيديوني. طبعا قبل بس ما ابدا في الاكزامبل، الريجروبنج ببساطة ان انا اجي اعمل اديشن لرقمين 2 digits. على سبيل المثال مثلا ال4 وال8، في الحالة دي بيديني 12. 12 ده عبارة عن 2 digits، بالتالي ما ينفعش انا احط في مكان هنا المفروض احط فيه 1 digit وتكون النتيجة 2 digit. فهو ده اللي احنا بنحكي عليه ويز جروبنج، انت بتحط ديجيت والتاني بترحله لفوق. ماشي. طيب تعال نبص على المثال دوت وناخد زي كده واحنا بنحل المثال نشرح الافكار بتاعته. In a week 6,874 tourists visited pyramids, and in the next week 5,268 tourists visited it. How many tourists exactly visited it in 2 weeks? يعني هو ببساطة بيقول لي إن في الأسبوع الأولاني زار الأهرامات حوالي 6874 6874، والأسبوع اللي بعديه زارها نفس الأهرامات 5268. وعادي الراجل بيسألني الرقم اللي زارها قد إيه بالظبط. هنعمل إيه؟ هنجمع الرقمين، فيري سمبل، يعني الموضوع بمنتهى البساطة. طيب الموضوع اللي احنا بنحكي عليه خاصة ان احنا بنعمل اديشن ويز جروبنج، ان انا باخد ايه؟ هاخدها ستيب باي ستيب. كل ستيب هاخد فيها الايه؟ مجموعة. يعني اول ستيب باخد المجموعة دي اللي هي 4 and 8. 4 and 8 لو خدناها على جنب كده ديت الاديشن بتاع 4 بلس 8 ايكوال 12. طب ال 12 دي عبارة عن 1 ديجيت ولا 2 ديجيتس؟ لا، هي 2 ديجيت، خانتين 1 و 2. هينفع ان انا احط ال 2 ديجيت هنا تحت؟ لا، مش هينفع، انا احط ديجيت واحد بس. فتكون النتيجة ان انا بقول ايه؟ والله ال 2 ديت تمثل يونتس، البليس فاليو بتاع يونتس، وال1 دي البليس فاليو بتاع التنس، وبالتالي ال1 دي تساوي فعليا 10. فانا هحطها على ال7 ديت، لان ال7 دي برضو هي البليس فاليو بتاعها 70، وبالتالي الاثنين ليهم نفس البليس فاليو. وبالتالي لما احط ال1 هنا على ال7 هنا خلاص تبقى زي الفل، مفيش مشكله، هتبقى ال7 دي ايه. فانا اللي بعمله ببساطه ان انا اعمل عمليه اديشن 4 بلس 8 هتديني 12. هروح واخد ال2 بس هنا، هاخد ال2 بس هنا احطها، وال1 ديت التانية اعمل ايه؟ اوديها هناك على ال7، ارحلها على ايه؟ ارحلها على ال7، هتبقى ال7 دي ايه؟ هتبقى 8. طيب اذا الستيب التانية هيبقى هنا في 8، هتبقى دي بقت 8 خلاص، وتحتها ايه؟ تحتها 6. ادي الستيب التانية 8 بلس 6 هتطلع 14. ماشي. 14 دي عبارة عن 2 ديجيتس، هاخد اول ديجيت اللي هي ال4، وال1 دي هحطها على اللي بعدها. واحد يقول لي ال1 دي تمثل كده كما لو كان دي الهندردز، واللي بعدها يمثل الهندردز، يعني هنا ال8 دي تمثل الهندردز، وهنا اتبقى هنا 4 1 7 ال7 بقت 8 بلس 6 14. هحط ال4 هنا زي ما قلنا، وال1 هتترحل على ايه؟ هتترحل على دي، على ال8. ال8 هتبقى 9 صح؟ طيب المرحلة التانية ال9 هتبقى 9 بلس 3. ادي الستيب رقم 3، 9 بلس 3 هتديني ايه؟ هتديني 12. نفس القصة 12 مش هقدر احط ال2 ديجيت، هحط الديجيت اللي هو ال2 بس، والتاني هيترحل. ادي 2
وال1 هيترحل فين؟ هترحل على ال6، وبالتالي 6 دي هتبقى 7. ماشي. وبالتالي في اخر محطة عندي هتبقى عندي 7 هنا، 6 دي اللي اصبحت 7. 7 بلس 5، 7 بلس 5 تساوي 12. هي دي الحالة الوحيدة اللي انا اقدر احط فيها 2 ديجيت، يبقى دي اخر حاجة في ايه؟ في عملية الجمع، ما عنديش حاجة تانية، فاحط 12 2 1 2 1. وبالتالي مرحلة ان انا اعمل اديشن ويطلع 2 ديجيتس، لازم اخد ديجيت واحد اللي هو على اليمين بحطه، والتاني برحله على اللي جنبيه. طبعا انا مش قاعد اشغل بالي هو ده يونتس ولا هندردز ولا هيروح اللي هيطلع بيه. انا ايا كان البليس فاليو بتاع دي يونتس، يبقى اللي طالع دوت تنس واللي بعدها تنس. لو انا في خانة التنس، واللي طالع دوت اللي هو ال1 دوت هيبقى في خانة الهندردز واللي بعدها 100 وهكذا. يبقى انا ما اشغلش بالي انا واقف فين، هي اي رقم هيطلع سواء كان 1 او غير 1 هرميه على اللي بعديه. ليه؟ لان هو البليس فاليو بتاعته هو مساوي للبليس فاليو بتاع اللي بعديه، وبالتالي انا مش عايز افكر هو ده يونتس ولا هندردز ولا تنس ولا، انا ما يهمنيش. انا اي حاجه هتيجي هنا، يعني لو حطيت 12 اتبقى منها 1، ال1 دي هرميها على اللي بعدها. هنا حطيت 14 اتبقى منها 1، هحط ال4 وال1 دي هرميها على اللي بعدها. هنا حطيت 12 هحط 2 اتبقى 1 هرميها على اللي بعدها. وبالتالي هفضل ارمي بشكل طبيعي كده لحد ما اوصل لنهايه عمليه ايه؟ عمليه الاديشن او عمليه الجمع. ماشي. وده اللي بيطلق عليه ريجروبنج، ان انا بحط ال1 ديت على اللي بعدها. ماشي. وهي تمثل فعلا، هي ال1 دي تمثل البليس فاليو للمجموعه اللي بعدها. فعمليه الترحيل المتتالي دي اللي بيطلقوا عليها وبيسموها ريجروبنج، اديشن وريجروبنج. ماشي يا شباب. طبعا انا فاهم ان الحته دي معاده وانتوا خدتوها قبل كده في السنه اللي فاتت، بس احنا بنعمل شكل من اشكال التذكره بيها. تمام كده؟ تمام. بنستكمل يا اصدقائي lesson 2 الاديشن والجروبنج. الاكزامبل اللي فات احنا كان بيسال على الاكزاكت نمبر. هنا بيدينا نفس الاكزامبل، يقول لي ايه؟ نفس الكلام برضو في الاول، وقال لي ايه؟ what is the estimated number of tourists visited it in 2 weeks rounded to the nearest 100. يعني هو مش عايز الرقم الفعلي، هو عايز الرقم مقرب الى ايه؟ الى 100. طيب اللي احنا ممكن نعمله ببساطه، نكون ناخد كل رقم من الرقمين اللي احنا كنا بنجمعهم قبل كده ونقربه لل 100. يعني 6874 دي هنقربها، واللي بعديها برضو هنقرب. ماشي. طب تعالوا نقربها كده نشوف. احنا هنقرب ل 100 ببساطه. يبقى هنحدد اللي هي البليس فاليو بتاع ال 100، ونشوف الرقم اللي بعدها هل هو ريتش نمبر ولا نوت ريتش نمبر. احنا قلنا ريتش نمبرز اللي هي 5 6 7 8 9. الريتش نمبر دول قبل ما يتحولوا زيرو بيدي اللي جنبهم واحد زي ما اتفقنا. فال8 دي الرقم اللي جنبها 7 ده ريتش نمبر، وبالتالي هيدي 1 لل8 هتبقى 9، وبعد كده ال7 وال4 هتحول 0 زي ما حصل كده. هتبقى ال8 اصبحت 9، وطبعا ال6 بتنزل زي ما هي، ديت بتنزل زي ما هي، ال6 دي بتنزل زي ما هي، وال8 بتبقى 9، وبعد كده بقى 0 0. نفس القصه جينا عملنا تحتها اللي هي 3 دي هي اللي جنبها ريتش نمبر ولا نوت ريتش نمبر؟ لا ريتش نمبر لانه 6، وبالتالي ال 3 دي هتحول ل 4. ماشي. تحولت ل 4 وتنزل بعد كده، بدل ما تنزل 5 دي هتنزل 5 4 0 0. وبالتالي لما انا عملت عمليه تقريبا عمليه راوندنج، الرقم اتحول لايه؟ 5400، والرقم اللي فوقيه كان 6900. طب تعال نجمع المجموعه دي، هيبقى 0 0 9 بلس 4 13. نحط 3 بس، ونحط بعد كده الواحد هنا فوق. ماشي. هتبقى ال1 بلس 6 7 7 بلس 5 هتبقى 12. يبقى ده الرقم اللي احنا هنعمله في حالة ايه؟ في حالة لما يقول لي estimate الاديشن وجيبه لي rounded to the nearest 100. ماشي يا شباب. الموضوع زي ما انتم شايفين فيري سيمبل. ده بس الحاجة اللي انا عايز اكد عليها، لما يقول لي حاجة زي كده انا بعمل راوندنج للرقم الاولاني والرقم الثاني وبجمعهم، لكن ما بجمعش انا جمع فعلي وبعد كده اعمل راوندنج للريزلت او للنتيجه. انا بعمل راوندنج للرقم الاولاني اللي هو ده، عملت راوندنج ليه،
عملت راوندنج للرقم الثاني، وبعد كده بجمع الايه الرقمين بعد ما عملت لهم راوندنج، اللي هو في حالتنا كان 6900 و 5400. ماشي يا شباب، لان في بعض الزملاء كانوا بيغلطوا ويروح عامل عمليه الجمع عمليه طبيعيه وبعد كده بيعمل تقريب او راوندنج للنتيجه، وده مش صح. الصح ان انا بعمل عمليه راوندنج لايه لكل الايه الاعداد قبل ما اجمعها. تمام كده يا شباب؟ تمام. تعال نشوف الجزء اللي جاي. ده يا أصدقائي الجزء الأول من اكسرسايز خاص بليسون 2 addition with grouping. الراجل بيقول لك إيه find the exact sum estimate using rounding to nearest 100. ليه عايز التجميع الأساسي وبعد كده عايز إيه؟ عايز تقريب. طيب تعال نشوف أول مسألة اللي هي إيه كده 43 ماينس بلس بلس 67. طب مسألة بسيطة جدا. لو انت ما بتعرفش تجمع بشكل افقي ممكن ببساطة تروح خد الارقام وتحطها تحت بعضها، تقول 43 بلس 67 تحطها تحت بعضها وتجمع 3 بلس 7 10. طبعا مش قادر احط 10 احط 0 وال1 هيطلع فوق 1 بلس 4 5 بلس 6 11. يبقى ببساطة تبقى دي 111 110. طيب لو عايز يقربها هيقربها to the nearest 100. طيب عشان اقرب ال 43 دي ل nearest 100 هتديني ايه؟ تعال نبص كده ادي 43. طب دي اليونتس ودي التنس، ايه اللي موجود في خانة ال 100 0. طيب هل لما انا اقرب الرقم دوت هل ال 4 دي ريتش نمبر؟ لان احنا قلنا بنعمل مربع كده حوالين الخانة اللي موجودة فيه اللي انا عايز اقرب ليها، في الحالة دي انا عندي 0. طب هل لما اجي اقرب ال 4 دي ريتش نمبر؟ لو ريتش نمبر هيتحول الرقم ال 0 ده تدي ال 0 1. ال 4 طبعا از نوت ريتش نمبر لان ال 4 اقل من 5، ففي الحالة دي تبقى 0 0 تبقى كلها 0، وبالتالي لما انا احب اقرب ال 43 هتديني 0. طب لما احب اقرب ال 67 قلنا هنا في الزيرو هو بتاع الهندردز. واحد بيقول لي طب انت حطيت لي زيرو يا مستر هنا؟ لان احنا كنا لما نيجي نقرب اي رقم يا جماعه لما كنا بنعمل كده مثلا 4 5 0 وانا عايز اقرب لاقرب 100 كنت بعمل ايه؟
بشوف فين الرقم اللي في الهندردز، اقول مثلا هنا الفور، فاروح اعمل مربع عليه كده واقول والله الفايف دي ريتش نمبر، فالفور دي تبقى نحط عليها 1 فتبقى الفور دي 5 وهكذا. طب انا هنا ما عنديش حاجه في الهندردز، انا هنا 67 دي خانه دي يونتس ودي تنس، ما عنديش حاجه في الهندردز، فانا بفرض ان انا عندي زيرو في الهندردز وبعمل كده مربع حواليه وبشوف هل الرقم اللي جنبيه هل هو ريتش نمبر. لو ريتش نمبر هيديله 1، وبالتالي في هذه الحاله هو اداله 1، هيتحول ده الى ايه؟ هيتحول ده ل 1، وال6 وال7 هيتحول ل 0 0، وبالتالي يبقى الاخيره ايه؟ هتبقى 1 0 0، يبقى تبقى 100. فاهمين يا شباب؟ فاهمين الحته دي؟ تمام. يبقى ال6 7 لما قربتها تبقى 100، يبقى انا 0 بلس 100 تبقى ايه؟ يبقى 100، يبقى دي المقربه. ماشي يا شباب؟ يبقى انا كده قربتها، لما قربتها ادتني ايه؟ 0 بلس 100، وبالتالي النتيجه ايه؟ الريزلت 100. تمام كده؟ تمام. تعالى نمسح شويه عشان نفضي شويه. طيب اللي بعدها 642 بلس 479، نفس القصه، هنعمل كده 6 4 2 بلس 4 7 9 2 بلس 9 11، نحط 1 ونطلع ال1 تاني فوق. ماشي، يبقى هنا في 1 بلس 4 5 بلس 7 12، في 1 هنحطها فوق برضو كده. 1 بلس 6 7 بلس 4 11، يبقى الرقم كده 1 1 2 1 1 1 2 1. طب لما احب اقربها نفس القصه، هقربها to the next to the nearest 100، فاعمل مربع كده حوالين الهندردز. ماشي، واسال نفسي هي ال6 ديت اللي جنبها ده يعتبر ريتش نمبر؟ فور ريتش نمبر؟ لا، مش ريتش نمبر، وبالتالي 6 تبدا زي ما هي، تنزل 6. لحظه واحده، تبقى 6 0 0 0 0، واللي جنبها الفور دي هي اللي جنبها ال7 ريتش نمبر، ريتش نمبر، يبقى الفور دي هتبقى 5، تبقى دي 500. يبقى انا كده عندي 500 بلس 600 اللي هي تبقى كام؟ 1100. 0 0 وال5 و6 11، مظبوط كده؟ تمام. ماشي كده، خلصنا ايه؟ خلصنا ايه وخلصنا بي. تعال نشوف اللي هي السي. سي مديني مسألة يعني أرقام أطول شوية. 5 3 2 7 4 7 9 2، صح كده؟ تعال نعمل جمع بقى، عملية الأديشن بتاعتنا. 7 بلس 2 9، 2 بلس 9 11، نحط 1 بلس 3 4 4 بلس 7 11 برضه، نحط 1 نحط 1 فوق. 1 بلس 5 6 6 بلس 4 10، يبقى النتيجة 1 0 1 1 9. تمام كده؟ طب لو حبينا ان احنا نقربها، لو حبينا نقربها ببساطة، هو عايز يقرب to the nearest 100، احط كده مربع حوالين ال3 اللي هي في خانة الهندرز، واحط مربع حوالين 7 اللي هي في خانة الهندرز، واشوف هل الرقم اللي بعدها ريتش نمبر ولا لا. الحالة دي هتبقى 2 is not rich number، فتبقى 5 0 5 3 0 0، ودي هتبقى ريتش نمبر، فتبقى دي ال7 دي هتبقى 8، هتبقى 4 8 8 ليه؟ لأن ال9 ريتش نمبر 0 0. يبقى أنا هجمع إيه؟ هجمع الرقمين دول 5300 و 4800. تمام كده؟ تعالى نجمع الرقمين دول 0 0 3 بلس 8 11، نحط 1 ونطلع 1 فوق. 1 بلس 5 6 6 بلس 4 6 بلس 4 10، يبقى النتيجة ايه؟
10,000 و 100 نحط الكومة بتاعتنا. ماشي. طيب تمام. هنا بقى هنبص كده لما احنا عملناها بشكل اكزاكتلي ادت 10,119. لما عملتها بشكل مقرب في راوندنج 10,100 بس. الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم 19 بس. ده يمثل رقم صغير بالنسبة للرقم الإجمالي بتاعه. ماشي؟ تمام. تعال نشوف كده اللي بعدها. بجد خلصنا سي. تعال نشوف اللي بعدها دي. وقبل ما نشوفها تعالى بس ننضف شوية عشان نلاقي حتة نكتب فيها. هنمسح الحاجات دي. ماشي. تعالى بقى نكتب الايه دي. دي 7 3 7 3 8 6 5 بلس 5 7 3 9 2. مظبوط كده. طيب 5 بلس 2 7 6 بلس 9 15 5 1 فوق. نطلع 1 فوق. 1 بلس 8 9 بلس 3 12. نحط ال 2 ونطلع ال 1 فوق. 1 بلس 3 4 4 بلس 7 11. نحط ال 1 ونطلع 1 فوق. 1 بلس 7 8 8 بلس 5 13. قلنا 13. تمام كده. طب تعالى نكتب الرقم بقى. 1 3 1 1 3 1 2 5 7 2 5 7. ماشي. تمام كده يا شباب. تمام. طب لو حبينا بقى نقرب نعمل راوندنج نفس القصة. هنحط مربع حوالين الهندرد بليس. هنا في 5 هنا في حالة ال 8 وهنا في 3 ونشوف الرقم يطلع كام. ال 8 هنا هل اللي جنبها ريتش نمبر؟ ريتش نمبر وبالتالي دي هتبقى 9. هتبقى 7 3 9 0 0 بلس ال 3 دي اللي جنبها ريتش نمبر ريتش نمبر بالتالي هتبقى 4. هتبقى 5 7 وبدل 3 هتبقى 4 لأنها جالها 1 0 0. ماشي. تمام كده يا شباب. تمام. تعالوا طب نجمع الرقمين دول بعد ما عملنا راوندنج اليوم. ننضف بس شوية كده عشان نلاقي مكان. الرقمين اللي هما ايه؟ 7 3 9 7 3 9 0 0 0 0 بلس 5 7 4 0 0. تمام كده. يبقى 0 0 9 بلس 4 13. نحط 3 نطلع 1. 1 بلس 3 4 4 بلس 7 11. نحط 1 ونطلع 1. 1 بلس 7 8 8 بلس 5 13 3 1. ماشي. كده كده النتيجة تبقى ايه؟ هيساوي 1 3 1 1 3 1 300 300. تمام كده يا شباب. زي ما انتم شايفين عملية الجمع عملية بسيطة بس كل ما مطلوب مننا افتكر لو انا هعمل عملية جمع صغيرة في 1 ولا حاجة باقية اروح احطه فوق عشان ما انساش. لان انا لو ما حطيتوش 1 فوق كده ممكن بعد كده اجمع الجزء اللي بعديه وانسى ان في 1 اصلا مترحل وبالتالي ايه تطلع النتيجة مش مظبوطة. هنا في حالة الاكزاكت كان 131,257. هنا 131,307. فرق حوالي مثلا 43 ولا حاجة. الفرق بين 300 والايه وال 257 ده الفرق بين الاكزاكت اديشن والايه الاستيميتد اديشن. ماشي يا شباب. تمام كده. تمام. تعالوا نشوف الجزء ده من الاكسرسايز يا اصدقائي. بيقول لك ايه؟ احمد and هبه shared in the project. احمد وهبه اشتركوا في مشروع. احمد paid 435,800.
هبة بيد 398,700. What is the exact total cost of the project؟ وبعد كده الطلب التاني estimate the total cost to nearest 10,000. طيب أول كلمة بتسترعى انتباهي أخد بالي منها وهي كلمة total اللي احنا قلنا عليها. دي كلمة من الكلمات المهمة، keywords أو كلمات المهمة اللي أنا أدور عليها في أي مسألة، لأن أنا ممكن وأنا بقرا المسألة ممكن بعض الكلمات ما فهمهاش، إنما أول ما ألاقي كلمة توتال يبقى فاهم إن الراجل ده عايز إيه، عايز إن أنا أجمع الرقمين مع بعض. فأنا ممكن مبقاش فاهم المسألة أوي، الكلمات اللي فيه أوي، بس أول ما ألاقي كلمة توتال يبقى أنا فهمت هو عايز إيه. هو مديني رقمين كاتب كلمة توتال، يبقى هو هجمع الرقمين دول. طيب هو عايز يجمع الرقمين وبعد كده عايز يجيب إيه؟ عايز يعمل تقريب ليهم. طب تعال نجمعهم من الأول. هنقول الرقم الأولاني 4 3 5 800، والرقم التاني 398 700. تعالوا نعمل عملية جمع أو addition. 0 plus 0 equal 0 0 plus 0 equal 0 8 plus 7 equal 15. نحط ال 5 ونحط ال 1 فوق. 1 plus 5 6 6 plus 8 14. نحط ال 4 ونحط ال 1 فوق. 1 plus 3 4 plus 9 13. نحط ال 3 ونحط ال 1 فوق. 1 plus 4 5 plus 3 8. يبقى ده الناتج اللي هو المطلوب. ماشي، 834,500. تمام كده؟ تمام. طيب الجزء الثاني بيقول لك estimate the total cost to the nearest 10,000. عايز يقربها لايه؟ ل 10,000. طب تعال نبص كده، هو مين اللي في ال 10,000؟ ال 8 في ال 100 وال 5 في ال 1000 وال 3 في ال 10,000. اروح اعمل مربع كده، لحظة واحدة، اروح اعمل مربع كده حوالين ال 3 وعامل مربع حوالين ال 9. دول اللي في 10,000. هشوف هل الرقم اللي على اليمين ده، هل الرقم اللي على اليمين ده 5 دوت ريتش نمبر؟ الرقم ده 5 ريتش نمبر، وبالتالي هيدي 1 ل 3 هتبقى 3 دي 4. بدل ما تبقى 4 3 هتبقى 4 4 والباقي يتحول لزيرو. كام زيرو عندي؟ 1 2 3 4. عندي 4 0 0 0 0 0. طب نشوف الثانية ال 9 ديت، الرقم اللي جنبها هل هو ريتش نمبر؟ ال 8 دوت ريتش نمبر، وبالتالي ال 8 ده هيدي 1 لل 9. طب دي مشكلة، لو ادى 1 لل 9 هتبقى 10. طب هنعمل ايه؟ قال لك لا، ما هو ال 1 ده لما تبقى دي 10 بيحصل ترحيل متتالي، فال 1 ده يترحل كمان على 3 تبقى 4. فيبقى 3 دي بقت 4 والباقي كله يتحول لزيروز زي ما خدنا قبل كده، فتبقى دي 4 والباقي كله يتحول لزيرو 0 0 0 0 0. عندنا 5 زيروز. طب تعال نجمع بقى الحاجات دي كلها. يبقى عندي 0 0 0 3 4 0. بعد كده 4 بلس 0 4 4 بلس 4 8. ماشي، يبقى ده الرقم بعد ما عملت له راوندنج، وده الرقم الاكزاكت قبل الراوندنج. خلي بالك لو انا كنت خدت الرقم اللي هو الاكزاكت ده وعملت له راوندنج كان هيديني رقم اقل من ده، يعني ده 840,000 كان هيديني ساعتها 830,000. ماشي يا شباب، لان لو انا كنت غلطت وقربت بس عملت راوندنج للناتج الاخير هيديني خطأ. او المفروض انا بعمل راوندنج للرقم الاولاني او النمبر الاولاني وبعد كده اعمل راوندنج للنمبر الثاني وبعد كده اجمع الاثنين زي ما احنا عملنا. ماشي يا شباب، تمام كده؟ تمام. ده يا أصدقائي الجزء الثالث من exercise على lesson 2 addition with grouping. هنا الراجل مدينا مسألتين
اديشن، مسألتين جمع عادي. تعال نشوف كده. 2 بلس نقط equal 5. ممكن اجيبها بالنظر كده، او ممكن لو انا مش هجيبها اقول له، ممكن اقول له والله خلاص اذا كان كده عشان اجيب الرقم الموجود هنا اقول 5 minus 2. 5 minus 2 equal كام؟ equal 3. فاروح كاتب هنا 3. ماشي. طيب نفس القصة هنا، نقط بلس 1 equal 9. عشان اجيب برضو الرقم اللي ممكن نقول والله 9 minus 1 equal 8. فدي تبقى 8. لحظة واحدة. ماشي، يبقى هنا 8. اوكي تمام. يبقى 2 بلس 3 equal 5. 8 بلس 1 equal 9 مظبوط. 6 بلس 3 equal 9. يبقى هنا تبقى في 9. ماشي. 3 بلس نقط equal 4. نفس القصة. ايه اللي ممكن احط على 3 يبقى 4؟ اكيد ال 1. 3 بلس 1 equal 4. يبقى ده 1. يبقى هنا ايه؟ هنا 1. ماشي. 2 بلس 4 equal 6. مسألة سهلة خالص. 5 بلس نقط equal 9. والله لو مش عارف اجيب اقول 9 minus 5 equal 4. equal 4. ولما احب اتاكد اقول والله هي 5 بلس 4 equal 9 مظبوط. يبقى كده دي اتعملت تمام كده. طيب انا لاحظت حاجه، كلها كانت فيري سيمبل، يعني كلها كانت بسيطه، ما كانش فيه جروبنج. هي كلها كانت ايه؟ كانت كلها حاجه سيمبل، يعني 2 بلس 3 equal 5. 8 بلس 1 equal 9. 6 بلس 3 equal 9. يعني كلها ايه؟ مفيش جروبنج، كلها تعتبر يعني سيمبل نمبرز، ارقام سهله ما احتاجناش جروبنج. طب تعال نشوف الثانيه ممكن تكون اصعب شويه. هنبدا، خلصنا ايه كده يا اصدقائي؟ نبدا كده في البي. طيب البي هنا عايزين نشوف الحاجات الميسنج هنا. 4 بلس نقط equal 2. 4 بلس نقط equal 2. هي ازاي 4 واضيف عليها حاجه تبقى 2؟ ما ينفعش 4 هضيف عليها حاجه تبقى 2، ممكن تبقى 12. فممكن لو هي دي كانت 8 مثلا، لو نفرضنا نحط هنا 8، لو فرضنا نحط هنا 8 تبقى 4 بلس 8 12. 12 دي معناها ان هي هتحط 2 وتروح الواحد هنا، صح؟ طيب يبقى في هنا واحد بيطرحها اللي فوق زي ما احنا شايفين. طيب. وهنا في 9. 1 بلس نقط بلس 1 equal 9. يبقى معناه ايه؟ 1 بلس نقط بلس 1 يعني 2 بلس حاجه مجهوله equal 9. يبقى دي 7. تمام كده؟ لان هنا كان في الاساس، هنا كان في هنا 1 في الاساس، ف1 بلس 7 بلس 1 يبقى 9 مظبوط كده. طيب اللي بعدها 6 بلس 7 13. 3 ونحط ال1 فوق. 1 بلس 3 بلس نقط ايكوال 4. 1 بلس 3 4. 4 بلس حاجه نقط وبعد كده يساوي 4، يبقى يعني دي 0. صح كده؟ تمام. اللي بعدها 8 بلس 4 12. ادي ال 12 نحط 2 وال1 فوق. 1 بلس 5 6. 6 بلس نقط ايكوال 9، يبقى دي 3. واضح كده يا شباب؟ ما انساش في المساله دي ان انا احط ال1، لان انا لو ما حطيتش ال1 هتلخبط والمساله هحلها غلط. ماشي. تعال نراجع تاب كده. احنا قلنا 4 بلس 8 12. 12 حطينا ال1 فوق. 1 بلس 7 8. 8 بلس 1 9 مظبوط. 6 بلس 7 13. حطينا ال 3 وطلعنا ال1 فوق. 1 بلس 3 4. 4 بلس نقط ايكوال 4، فحطينا 0. يبقى 4 بلس 0 4 مظبوط كده. 8 بلس 4 12. حطينا ال 2 طلعنا ال1 فوق. 1 بلس 5 6. 6
بلس نقط نقط اللي هو 9، يبقى حطينا 3. 1 بلس 5 6. 6 بلس 3 ايكوال 9. يبقى كده تمام كده مظبوطه كده. مهم قوي ان انا احط ال1 عشان ايه ما اتلخبطش. طول ما انا بحط ال1 هنا فمش هتلخبط. ماشي كده يا شباب. يبقى كده كمان البي خلصت. تمام كده يا شباب. تمام. في نهاية الحلقة بحب أشكر كل الأصدقاء على تواجدكم معنا، وأتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من الشرح والإكسرسايز. وقبل ما أسيبكم أحب أقول لكل الأصدقاء اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك دلوقتي حالا ويدوس على اللايك وزر الجرس علشان يوصل لكم كل الدروس والفيديوهات اللي بنزلها. بحب أشكركم مرة تانية وأقول لكم إلى اللقاء في الدرس القادم.